مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجر. بكم في فيديو جديد. نرحب كامل مشتركين جدد ونقول لكم مرحبا بكم، رمضان كريم. مشتركاتي الوفيات طبعا نرحب بكم من جديد ونقول لكم مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم بخير. كيفاه راكم مع رمضان؟ هذو هما الايام الاخيره، ما بقاش بزاف. قولوا لي اذا راكم ديروا في الكاطو تاع العيد ولا مازال. انا مازالني ما بديتش، انا ديما نبقى انا الاخر. هي اصلا مازالت له سمانه، هذه هي السمانه ان شاء الله اللي راح نديروا فيها الكاطو ونكملوا. قبل قلت ما نبدا الكاطو، قبل ما نبدا كل شيء، اليوم ان شاء الله حبيت ندير عرضه الاهل راجلي. كان المره اللي فاتت عرضوني وجاوني بعض التعليقات، قالوا لي كيفاش تقولي بلي عرضوك وانتي كل يوم تفطري عندهم. كنت يعني من اول يوم صح نفطر عندهم، اما نطيب انا ويطيبوا هما. اما كي عرضوني هما قالوا لي ما طيبيش، يعني ارواحي برك ما كان له طيبي. كنت انا نطيب، هما يطيبوا مصري وانا نطيب جزائري وتكون طاوله منوعه. المره اللي فاتت قالوا لي ما طيبيش راكي معرضه، يعني ما تعبي روحك ما والو. وهذه المره انا اللي راني عرضتهم في داري هنا. وثاني راح ندير لهم اطباق شويه جزائريه وشويه اطباق مصريه. ان شاء الله ربي يقدرني وان شاء الله يكمل. وشكرا بزاف 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 ليكم على لي كومونتير اللي خليتهم لي في اخر فيديو. تقسي ولا عمر الحمد لله راه بخير. وطبعا كامل الاولاد يطيحوا الحمد لله يا ربي، كامل طحنا وكامل تجرحنا وذوك كبرنا كيما قال لك تكبر وتنسى. وهنا كنت دخلت للكوزينه تقريبا كانت هكذاك 12 ولا 12 ونص، قلت هكذاك يعني. هو اصلا عادي اذن عندنا على 6 ونص. هنا اول حاجه جبت الفلفل، جبت الزيتون، قلت ندير حميص، وقلت ندير طاجين تاع الزيتون، زيتون عادي يعني ما راح ندير له حتى اضافات. وراح ندير ثاني قلت طاجين الحلو، وندير لهم كما يقولوا هما فرخه محشيه بالفريك. دوك نشاركها معكم. المهم هنا حطيت الفلفل تاعي هو الاول يتشوى. كاين بزاف البنات اللي قالوا لي زينب علاش ما راكيش دايره طابونه تشوي عليها الفلفل، ديري عليها الكسره احسن. البنات انا عندي طابونه جبت معايا وحده، ومن بعد كي جبت لقيتهم هنا كاينين في مصر. المهم ما عنديش وين نركبها، عندي الغاز دو فيل هذاك تاع برك اللي لاصق لي في الكويزينير واللي في الشوفو. اما بالنسبه للطابونه ما عنديش، ما لقيتش وين نركبها. قلت حتى يجيو هذوك تاع سونا الغاز ونشوف ترى بالك يديروا لي حل. هنا حطيت ثاني عين بقره وهذيك المشماش هذاك، درت لهم الماء سخون تقريبا واحد الساعه، وقعدت نشوي في الفلفل. وجدت ثاني غسلت هذيك الدجاجه تاعي، غسلتها مليح مليح بالخل وبالقارص. وهنا جيت باش نبدا ننصب، قلت ننصب الزيتون والشربه مع بعضهم نحطهم باش نتهنى. كنت خايفه ما يكفينيش الوقت، بس الحمد لله يعني طحت مع الاذان قد قد. كنت حطيت كل شيء وطحت معاه قد قد، مع انه هنا الوقت يجري 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 يجري. تدخلي الكوزينه يعني. والحمد لله يعني دوكا ما بقى ليش غير نكمل الكاطو تاعي في هذه السمانه الاخرى. نبقى غير الكاطو هكذا، يبقى الفطور حاجه خفيفه برك. واللي ندير غير حاجه خفيفه، مثلا ندير شربه ومعها بلا هكذا. هذا مكان باش نكمل الكاطو تاعي. ديما نبقى انا الاخره، ديما في الكاطو هذا انا الاخره. كنت شويه الفلفل كملته وجيت ثاني نقطع فيه.
هنا بغيت نوريكم البنات، كاين بزاف يعني قالوا لي شاركي معنا اكلات مصريه. هنا راح ندير فرخه كما يقولوا هما، فرخه محشيه بالفريك. الفريك العادي هذاك الحب، ماشي الفريك اللي نطيبوه في الشربه، لازم يكون حب. احنا نشريوه هكذا جاهز في الاكياس. هنا حطيت حبه بصل مقطعه، درت طرف تاع الزبده حطيته ذاب، وحطيت معاه حبه بصل خليتها حتى تقليت هكذا شويه، حمرتها يعني مليح. وبعد ما تقلت لي ديك البصله كيما راكم تشوفوا، غسلت هذا الفريك تاعي مليح وحطيته ثاني يتشوح معاها. يقولوا هما يتشوح، احنا نقولوا يتحمر، اهم شيء يتحمر يتقلى. هنا جيت باش ندير المملحات. بغيت ندير غير العجينه تاع 10 دقائق، جاتني سهله بزاف. وثاني تقدري ديري منها اكثر من نوع. هنا البنات اولا درت كاس تاع فرينه، كاس تاع ماء دافي، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع السكر، ودرت نص مغرفه تاع الملح، وحركتهم هكا مليح بالمضرب هذا اليدوي. ومن بعد تغطيهم البنات وتخليهم مدة 10 دقائق باش تلقاهم طلعوا هكا شويه خمروا. ما تساويش الفريك، انا الفريك رحت نحركه باش ما يلصقليش ولا ما يتحركش. ما كان حتى اضافه تاع حبه بصل حطيناها تقلت شويه وزدنا لها معاها هذا الفريك. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. يعني اللي بغات تجربها ويجي بزاف بنينه، اقسم بالله غيجي هبل. انا اول مره نجرب هذه فرخه محشيه بالفريك، مالفه ندير بالروز. هذه هي اول مره نديرها بالفريك، تعلمت هذه الطريقه على جوزتي. هنا زدت شويه تاع ملح، زدت شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع زنجبيل. بالك تجيكم يا البنات الفريك هكا طريقته بالك غريبه، ياكلوا هكذا والله، بصح كي تزيدوا له هاد لي زيبيس راه يجي بنين. لما كنت زدت له لي زيبيس وليت هنا زدت له تقريبا هكذاك 2 كيسان تاع الماء، يعني تمرقوه هكذا بشويه تاع الماء، يكون ماء مغلي، وتنقصوا له الغاز وتخليوه. هنا درت الفيون داشي، جيت باش حطيت شويه تاع في الزيتون وشويه في الشربه، يعني درت دجاج ودرت فيون داشي. قريت البنات المره اللي فاتت كنت قريت واحده التعليق، قالت لي وحده اللي كتبت لي، قالت لي الشربه الحقيقيه تجيب اللحم، وراكم بهدلتوا بينا سفراء الجزائر، لازم توروا وراكي ديري في اطباق عاديه رولي تاع البطاطا مع باش كيفاه. يعني من هذا التعليق شفت انه بعض الناس يهموهم غير المظاهر، هذا ما كان. شوفوا البنات، بالنسبه للحم احنا ناكلوا غير اللحم المشوي، مثلا يكون مشوي، هذا ما كان. ما ناكلوش اللحم اللي طايب في المرقه. يعني انا علاش نروح نطيب اللحم في الشربه وفي الاخر ناكل شربه واللحم نرميه؟ علاش هذه؟ زعما كي تشوفوا الواحد هكا ما طيبش في اللحم ولا تقولوا باللي راه ماهش ياكل، ما راهش عنده ولا ما راهش هكا. لا بالعكس، كاين البعض ما ياكلش. انا راجلي في الدار والله العظيم ما ناكلو اللحم، غير ناكلو هكا مشوي ولا برك، بصح باش يطيب في البرمه هكذا ما ناكلوهش. تما نروح نطيبوه في الاخر باش اني مبين انه بلادنا، نوري مثلا نكون سافرت بلادي في الحوايج كيما هذا. حبيت نقول هذا العباد، يعني الله يهدينا. انا نشوف هذا العباد لا غالب في المجتمع كيفاش راهم دايرين. هنا بالنسبه للدجاجه جيت حشيتها، خلطت شويه لي زيبيس الاولين كيما راكم تشوفوا، درت شويه تاع الملح، فلفل اسود، زنجبيل، درت ثاني فلفل احمر، خلطتهم شويه ودرتهم للدجاجه هي الاولى، درت هذيك تحت الجلد هذاك، ومن بعد وليت جبت هذاك الفريك حشيت. كان عندي تقريبا 2 مغارف كبار تاع يايور طبيعي ومغرفه تاع موطارد، وتقدروا تزيروا الكاتشب. زدت خلطتهم مع دوك لي زيبيس اللي بقاو لي، يعني دوك لي زيبيس ديروا شويه كميه شويه كبيره. المره الاولى ديروا كيما شفتوا في الدجاجه، وهذوك اللي بقاو توليو تخلطوهم مع اليايور الطبيعي، وتقفلوا هذيك الدجاجه باش هذاك الفريك ما يخرجش منها الدجاجه. هنا توليو هذاك اللي درناه كيما راكم تشوفوا، تدهنوا ذيك الدجاجه تاعكم مليح تحت الجلد البنات باش يدخل
فيها، والحمد لله جات بزاف بنينه، مع اني كنت متخوفه ما تخرجش بنينه. اول مره قلت لكم نديرها بالفريك، كنت نديرها غير بالرز، هذه هي اول مره. عم بكم قاعده نقول كون ما تعجبهم شكون ما باش كيفاه. هنا وليت درتها في هذا الكيس الحراري. كاين اللي يقفلوه هكذا ومن بعد يوليو يحطوها في الماء السخون كما يقولوا هما تتسلق، يعني تغلي. بصح انا فضلت اني نديرها في كيس حراري هكذا احسن. درت لي تقريبا ساعه ونص طياب، ما طولتش. وكاين اللي يخليها مثلا يديرها في الليل، يحطها في الغدوه باش تطيب، تشرب هذوك الخلطه هذيك مليح، كل واحد وكيفاه. هنا نرجعوا للعجينه تاعنا بعد ما فاتت 10 دقائق. رجعت زدت لها 2 كيسان وربع تاع فرينه، يعني هي اصلا العجينه كامله فيها 3 كيسان وربع. وزدت لها ربع كاس تاع الزيت هكذا، وكملت عجنتها البنات. هذا مكان العجينه سهله ماهله، ما فيهاش حوايج بزاف، وزيد ما تديش الوقت، يعني في دقيقه تكمليها. تخليو العجينه هكا تتلاصق شويه وتعجنوا هكا شويه. اباكم تعبت من الكوزينه، راكم كيفي ولا؟ وليت نقول نطيب على يومين، مره نقول نطيب مثلا على يومين هكا، باش يوم نطيب فيه ويوم يكون فيه عندي الوقت بزاف. بصراحه وليت ما نقدرش، وزيد مع السخانه ما نحكي لكمش يا البنات. راهي عندنا تقريبا درجه الحراره 43 44، رانا تشوينه. انا ما نلويش سخانه، تربيت في البرد. راح حتى الكليماتيزور نشعلو كيما نقولوا السخانه اكثر من الهواء اللي راح يطلق فيه هو بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا جيت درت هنا اخرين على شكل هكا سوفلي، وهذو درتهم على شكل زعما المخدة. حبيت ننوع، قلت ندير شكل من وحطيت فوقها زيتونه. هنا الحشو انا قطعت بصل ودرت معاه صدر تاع الدجاج، حطيته ثاني تشوح معاه، وزدت له لي زيبيس وزدت له طماطم. هذا هو الحشو اللي درته هنا. بعد ما كملت جيت دهنتهم بالبيض، صفار بيضه، خلطت لها شويه تاع حليب، ومن الفوق درت الجلجلان ودرت السينوج. هنا كنت كملت، كان تقريبا 6 جيت باش نحط الطابله. نوجد قلت باش نطيح قد الحمد لله طحت معاه قد. ومديروش على الكوزينه كانت مرونه، سورتو راكم تعرفوا تكون عندك عرضات معاكي تجري من انا وين نلقى نحط، نقول من بعد نولي يعني نفرز. ربي يتقبل منا ان شاء الله يا ربي. رمضان فات ليه والله الواحد يعني ما شفيتش عليه اصلا، والحمد لله يا ربي. ما كانش غير ماكله، ما كانش غير باش كيفاش. الحمد لله الواحد استغل الوقت. وطبعا رمضان للعباده ماشي غير للماكله. ثاني بالنسبه لحوايج العيد مازلت والله العظيم مازال ما خرجتش، مع انه الوباء زاد عندنا. وداروا لنا حظر ثاني من تقريبا من 7 تاع الصباح ل 9 تاع الليل. وفي النهار كاينه الشمس قاويه. قلت لكم درجه الحراره 45 44، وفي الليل البنات ياذن على 6:30 ما جيت تلبسي وهذاك تكملي حتى توصل 9. داروا الحظر للاسف. اني غير اليوم راني ندير لكم في المونتاج اليوم اللي راني خارجه باش نشري لهم، وثاني باش نشري حوايج تاع الكاطو اللي راح ندير ونبدا ان شاء الله. بالنسبه للانواع مازال ما اخترتش، راح ندير غير واحد هذا في بالي، يعني الواحد هذا راح ندير تاع ماما تاع لحظه
والكاكاو اللي ساهل وما يديش ثاني الوقت. تقريبا في ربع ساعه نكملوه. راهي حطيت لكم البنات في القناه، يعني بغات تسدي الوصفه. ولا الانواع الاخرين مازلت ما اخترتش. وثاني ندير مقروط، ندير بقلاوه، والانواع الاخرين والله مازال. المهم كل شيء نشاركه معكم. هنا كنت كملت الطابله، كان خلاص راح يأذن. بقات له تقريبا دقيقه ولا خليت حتى الدقيقه الاخرى باش حطيت هاد الماكله، يعني كيما الشربه كيما ذاك، قلت باش ما تبردش. وطاجين الحلو الحميس. درت ثاني الروز هذاك المفلفل، الروز تاعهم الابيض هذاك. والحمد لله الحمد لله الواحد ما يكلفش روحو. ماشي لازم كديري عرضه لازم راح تجيبي خروف مشوي تحطيه. الحمد لله، يعني باشياء بسيطه تقدري ديري طاوله وتقدري تحطي. هنا كانت الطاوله تاعي كيما راكم تشوفوا. درت لي سوفلي هادو، المهم مملحات. هنا درت الحميص، الزيتون، والروز. هنا كيما راكم تشوفوا ها هي الفرخه المشويه كيفاش جات. بعد ما كملت في الكيس الحاري البنات خرجتها، فتحت عليها وخليتها شويه زيت تحمرت من فوق. درت لوبيا خضراء، لوبيا خضراء هما يحبوها مع الدجاج هذا. وهذه سلطه بلدي تكون طماطم وخيار. طاجين الحلو. هنا كيما راكم تشوفوا ديجا مجاو. قاعد غنصور لكم هكذا. هذا كان سلفي اللي قاعد من هي. والحمد لله يا ربي على النعمه، الحمد لله. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. بنات كنا كملنا الفطور تاعنا الحمد لله يا ربي. بالنسبه للماكله عجبتهم بزاف سورتو هذيك الدجاج هذيك المحشيه كما يقولوا هما فرخه محشيه بالفريك. ثاني جات بزاف بنينه، مع انه اول مره نطيبها، اول مره نحشي فريك ملفه نحشيها بالروز كما احنا. هذه هي اول مره نحشيها بالفريك وعجبتهم بزاف الحمد لله. شوف مازالوا لمعن. عجبكم؟ فرحت كي عجبتهم كي كلاو هكذا. والحمد لله يا ربي. دوك راح نوض نغسل الماعن. سلفتي عندي قالت لي نعاونك في الماعن. المهم كنا هنا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون خفيف عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلامه.